مسيحيين يبقوا نضاف، اللي يتعامل معهم يتبارك، اللي يتعامل معهم يتعلم، اللي يتعامل معهم يتغير، وكل واحد يعرف ضربة قلبه. يا عزيزي، اما الواحد يعرف الامر ده، ان انا عندي مشكلة زي كده، ما يتعرض عليا بقى موضوع اقول ايه؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك من نفسك. عشان كده القديسين اللي كانوا يعملوا معجزات كتيرة مرات يفكروا نفسيهم بانهم ما يسووش. عارفين ليه؟ خايف على نفسه. عشان كده كل ما الواحد يشتغل على نفسه كل يوم يصل ايه؟ القلب يتنظف. طب الناس من اللي حوالينا متكبرين وحالتهم صعبة يكونوا زي ما يكونوا، لكن المسيحيين مطلوب منهم، معلش اقول كلمة من غير ما حد يزعل مني، يبقوا نضاف. مسيحيين يبقوا نضاف، اللي يتعامل معهم يتبارك، اللي يتعامل معهم يتعلم، اللي يتعامل معاهم يتغير، اللي يتعامل معاهم يقول يعني أن الله بالحقيقة، زي ما اتقال عن الرسول بولس، أن الله بالحقيقة فيكم. أختم بأمر، إن كتير قوي مننا ما يحبش يساعد غيره. وأنا جيت هنا في محاضرة كلمتكم عن وعظة اسمها طاقة يدك، حين يكون في طاقة يدك. والعظة دي عملت لي مشاكل. تقول روح كنيسة ملاك مصطفى كامل وتقعد تقول كلام صعب كده للناس، لكن لقيت ان عدد المشاهدات فيها كبيرة. انا بحفزكم انكم تشوفوا العظة، انا قلتها هنا. لكن بيقول في سفر الامثال: انقذ الممدودين الى القتل، انقذ الناس اللي ملهمش حد، الناس اللي ممكن يموتوا بسبب دواء ثمنه صغير. وإن قلت لا أعرف ألا يعرف وازن القلوب ألا يفهم؟ يعني لو أنت قلت أنا مش دعوة، أنا مالي، أنا ما يموت، أنا مالي، الناس تعيش تموت، مش موضوع، أنا مش ربنا اللي خلقتهم. انقذ الممدودين إلى القتل ولا تقول إني لا أعرف، ألا يعرف وازن القلوب ألا يفهم؟ فيرد على الإنسان مثل عمله. يبقى ربنا اسمه إيه؟ وازن قلبك. ربنا بيقول لك إيه وازن قلبك؟ يعني أنت عارف، أنت تقدر. عشان كده ربنا بيقول لك بيفحص قلبك، مش بيفحص الكلام اللي بتقوله. لا. ياما ناس بيقولوا أي كلام، لكن ربنا يفحص إيه؟ يفحص القلب. عارف إنك تقدر.